سوء التداول والتخزين كان سبب في 108 حالات تسمم في فرح في بني سويف، و80 حالة تسمم في فرح في اسماعيلية، 31 حالة تسمم في فرح في طنطا. ايه اللي بيخلي حالة تسمم دي تحصل في الافراح؟ وليه دايما عشا العروسة بيبوظ؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. ليه دايما عشا العروسة بيبوظ؟ هو فعلا بسبب العين زي ما الناس بتقول ولا بسبب البكتيريا؟ عشا العروسة واكل الولايم والعزايم دايما بيبوظ، وكمان بيحصل منه حالات تسمم. يا ترى عمرنا فكرنا ايه السبب؟ السبب كميات الاكل الكبيرة اللي احنا بنعملها واللي بنسيبها في درجة حرارة الغرفة فترة طويلة، واللي بتسبب في نمو البكتيريا الممرضة. البكتيريا الممرضة هي كائن حي زيه زينا، عايز اكسجين عشان يتنفس، وعايز درجة حرارة مناسبة يعيش فيها، وكمان عايز